تخيل معايا كده انت معاك شنطة كبيرة مليانة كور صغيرة بأعداد مهولة، وانت المطلوب منك تحط ايدك في الشنطة ديت وتطلع كورة واحدة بس، وزي ما تطلع بقى الكورة ديت هتكون ديت حظك وتكون ديت هديتك، بس بشرط تكون مغمض عينك. طيب انت هتعمل كده وهتغمض عينك وهتحط ايدك جوه الشنطة وتطلع الكورة ديت بقى ايه؟ هتتفاجئ اللي هي طلعت معاك كورة فضة. اول ما بيخطر في بالك في اللحظة ديت هي ليه مش دهب، وتتمنى لو حظك يكون افضل من كده وتقول بقى العدد الضخم ده وما تصادفش اللي انا الاقي واحدة دهب، وانت مش عارف من اساسه ان الشنطة كلها كور بلاستيك. حد فاهم حاجة؟ انت زعلان ان حظك طلع كورة فضة لانك فاكر ان في الشنطة ديت فيها كور دهب، بس الحقيقة اللي انت ما انتش عارفها، اللي انت ما تعرفش الغيب، ما تعرفش كمان ان الشنطة ديت مليانة كلها كور بلاستيك ومفيش الا كورة واحدة فضة، والكورة ديت كانت من حظك انت. اوقات كتير بنبقى عكسين الآية، بنبقى فاكرين ان حظنا وحش والحقيقة ان مفيش احسن من حظنا، وبنبقى راسمين احتمالات واوهام في خيالنا ونفترض ان هي هتبقى افضل من الاختيار اللي احنا فيه، عشان بس الوضع اللي احنا فيه بيبقى صعب بس شوية او مش راضيين بيه. سبحان الله، لازم تيجي اللحظة اللي تعرف فيها ان اختيار ربنا هو الصح وهو الاصلح ليك. سبحان الله. الشنطة ديت بقى هي الدنيا، والكور اللي موجودة جواها ديت هي القدر، وربنا بيخليك تختار الأحسن ليك حتى وانت مغمض، لأن سبحانه بيختار بعلمه اللي وسع كل شيء. لو انت بقى شفت كل الاحتمالات هتعرف وتفهم ان ده أفضل اختيار ليك. المشكلة كلها اللي انت مش واثق في ربنا، عشان كده فقدت فرحتك.